بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما عونك يا معين وبك نستعين الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فهذه سعادات المريدين في أمداح خير المرسلين عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلام من رب العالمين نكون بهما من أكرم الخادمين وهي لعبد الله تعالى وخديم رسوله صلى الله عليه وسلم محمد بن حبيب الله حفظه الله تعالى في الدارين ووفقه وتولاه دونها في مسكنه طوبى حرسها الله تعالى بجاه الممدوح صلى الله تعالى عليه وسلم عام 11 و300 وألف من هجرة من لم يسكن المدون في مسكنه ذلك إلا لعبادة الله سبحانه وتعالى بخدمته صلى الله تعالى عليه وسلم ومنها الرائية وهي هذه قلبي له في عتاب الجسم تكرار لأنه للهدى والنور جرار قلبي له في عتاب الجسم تكرار لأنه للهدى والنور جرار يلوم جسمي دأبا في الجلوس بلا علم ولا عمل والنفس غرار ما زال للخير يدعوه ويجذبه وللسعادة دأبا وهو قرار يلومه وهو في قهر وفي كبل بإذن ربي والمحبوس مبرار قد عاق جسمي عما القلب يطلبه من المناقب تصويف وإصرار فاليوم وجهت وجهي تائبا أبدا لله توبة من أدناه غفار لغفر ذنوبي وفككا كبلي بمن علي لتركي زوره عار بمن يخاطبني في زور روضته بيتان من قول من بالعرف أمار زر من تحب وإن شطت بك الدار وحال من دونه سهل وأوعار لا يمنعنك بعد من زيارته إن المحب لمن يهواه زوار إليك قد تبت من قولي ومن عملي ومن جميع الذي قد كنت أختار وجهت وجهي إليك اليوم ملتمسا منك التجاوز عما عاب أوزار وجهت وجهي إليك اليوم مرتجيا كوني لديك كمن حجوا ومن زاروا هب لي بفضلك يا وهاب يا ملكي كوني لديك كمن بالروح زوار بجاه من حيثما السادات قاربهم شمس تقاربه في الصحو أقمار أو أنه عندهم فيما يرى بصر بحر حواليه آبار وأنهار للبدر نور عظيم يستنار به لكن إذا لم يكن للشمس إظهار للقصب طول لدى عين له نظرت لكن إذا حوله لم تنبت أشجار يكون للبير ماء طاب مشربه لكنه من خليج البحر أقطار الطل ماء ولا كالوبل منسجما
ولا تجاري الندى بالماء أمطار ذاك الملاذ الذي أرجو النجاة به دنيا وأخرى فليتي حوله جار وهو الذي عيق جسمي عن زيارته لكن لساني له كالقلب زوار له علي لوجه الله دين ثناء مستحسن كل عام يوم يختار وهو النجيب الذي في وصف خلقته وخلقه قيل تسجاع وأشعار ولم يجئ من ذوي الإفلاق والبلغاء بالسجع والشعر مما حاز معشار أهل الفصاحة طرا بالثنى مدحوا وليس يدرك بالأكواب طيار كعب وحسان والبوصير قد برعوا وكلهم شعره نور وأسرار فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه دونه عقل وأفكار فلا تقيس ابن عبد الله بالفضلاء إن الكواكب يخفيها سنمار للمصطفى خير خلق الله منزلة لو وجهت نحوها كل الورى حاروا رام الورى نيل فضل مسرعين له والفضل عند رسول الله قرار كلتا يديه لها سعي تلازمه بذل وبأس لمن لانوا ومن جاروا له من العلم ما لم يحوه بشر أو جن أو ملك والصدر مزخار له لدى الله سر لا يطالعه بالكد والعلم رهبان وأحبار فالغيث من سكب جود البر ذو خجل وليث غاب لخوف منه فرار له من الحلم ما لم يحويه جبل لاقى الأذى في البرايا وهو صبار إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله بتار للكل من جملة الأخيار مرتبة لكنما أحمد المختار مختار صلى عليه الذي في الجهر قدمه مسلما طبق ما يهوى ويختار وعلى لمن باختصاص قد حووا شرفا لأنهم للورى سادات أخيار وصحبه الغر من أقرانهم سبقوا إذ بعضهم هاجروا والبعض أنصار لهم لدى الله تخصيص بما ظفروا هم النجوم لقوم في الدجى ساروا لهم لدى الله تنويل شفاعللا إذ زايل الكل أدناس وأكدار بالنصح للخلق والإيمان قد جبلوا طرا وخفض الذي أعلته كفار والصفح والحلم دأبا للجميع كما كانوا يديمون تقوى حيثما داروا لا سيما الخلفاء الصديق مع عمر عثمانهم وعلي نعم الأبرار عليهم الدهر رضوان الإله كما قد استناروا بنور منه الأنوار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن يذهب اليوم عني الذنب والعار سألت ربي بالمختار ثم بهم ألا يروم انخفاض الدهر أشرار سألت ربي بالمختار ثم بهم ألا يقاربني بالسوء غرار سألت ربي بالمختار ثم بهم ألا تروم جنابي في غد النار سألت ربي بالمختار ثم بهم ألا يواجهني بالمكر مكار سألت ربي بالمختار ثم بهم
ألا يخادعني بالغدر غدار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن تنتفي عن فؤادي اليوم أغيار سألت ربي صلاة منه دائمة عني له مع قوم آله صاروا سألت ربي صلاة منه دائمة عني له مع من في حبه حاروا سألت ربي صلاة قد تطهرني منه إليه لها نور وأسرار سألت ربي صلاة قد تقربني إليه دنيا وأخرى مثل من خاروا أما أبو بكر الصديق سيدنا فللجميع بأن قد فاق إقرار وبان إذ رافق المختار وحدهما في الضيق نحو محل فيه الأنصار إذ أخرجوه بتكذيب وباعدهم مهاجرا لمكان أرضه الدار باتوا بمكر عظيم حول مرقده والكل منهم بسوء فيه أمار وقابلوه بسوء حاسدين له في ليلة سار فيها وهو صبار ووجهوا نحوه من واجروه على إتيانه فوق طرف وهو كرار ساقوا سراقة سرا كي يجيء به وأن يكون له أجر ومقدار وعمه بجواد كي يفوز بما يعطى من الأجر ثم الطرف قرار وعاهد البر مرات لينقذه حتى يتوب لمن للذنب غفار وحين أبصره الصديق ذا سرع وتحته شيظم بالشأو فرار وليس عندهما غير الحفيظ له قال المكرم لا تحزن لمن جاروا فصار يدعى بثاني اثنين حينهما أخفاهما النسج والورقاء والغار وفي فضائله آي مفصلة قد انزلت وأحاديث وأخبار واسى النبي بأموال وأنكحه بنتا ولم يعره شك وإنكار لم يشرب الخمر لم يسجد إلى صنم والوالدان مع الأولاد أبرار أما أبو حفص الفاروق سيدنا ففي مزاياه لا يرتاب ديار وهو المتم ذوي الإسلام يوم هدى ميمن به كان للإسلام إظهار والله فرق بالفاروق سيدنا الحق من باطل أبدته فجار ويوم أسلم جبريل الأمين أتى بإذن من هو فوق الكل قهار معلما أن إسلام الفتى عمر بشرى لأهل السماء والكل يختار به تعزز دين الله مرتفعا له فضائل عنها كلت أفكار قد أدب الناس طرا بالهدى وهدوا بهديه وبإذن منه الأمصار وهو السراج لأهل الفوز فيه أتى الحق مع عمر فالفضل مظهار ومن كراماته بعث الكتاب لا نيل توقف ثم الماء مدرار أما ابن عفان أي عثمان سيدنا فحاله فيه بالتفضيل إشعار هذا الشهادة والنورين ثم له من الرسول خصوصات وأسرار بات النبي إلى فجر يروم له رضا من الله ذا التفضيل كبار حاز ابنتيه ورضوانا ومغفرة إذ عنه قد حط إجهار وإسرار وفيه قال النبي عثمان يشفع في
70 ألفا وكل حقه النار وهو الذي منه تستحيي ملائكة والمصطفى فله قدر بل أقدار ومن كراماته أن حاصروه طم يوما على الدار ظلما وهو صبار صلت ملائكة الرحمن يوم قضى عليه وفق الذي أبدته أخبار ومن خوارقه أن سال من دمه على الكتاب لياد فيه إنذار أما ابن عم رسول الله سيدنا زوج البتول علي فهو مختار له الشجاعة والعرفان مع شرف والحب والقرب وهو الأنس والجار باب العلوم أبو السبطين ثم له هدى الملا ولخير الخلق الإنذار له أقر رسول الله منزلة منه كهارون من موسى لدن ساروا ومن شجاعته أن بات مضطجعا فوق الفراش وحول الدار مكار عليه بردة خير الخلق متكئا ولم يصبه من المكار إضرار مع كون كل عدو بات يحرسه والمصطفى عنه منهم كفت أبصار وأرسل الله جبريلا وصاحبه ليدفع عنه ما يبغيه من جار وحينما خرج المختار واجههم بقبضة من تراب والعدا حاروا فضائل الصحب عند الله جل وعلا عن عدها كل تقلام وأسطار سألته جل بالمختار ثم بهم ألا أزال الذي لاختار أختار يا ربي بالمصطفى الماحمح معصيتي قد ضيع العمر تسويف وإصرار فليخرج اليوم من قلب اتباع هوى بجاهه وشياطين وأكدار أصلح لي القلب فلتدخله معرفة والحق والصبر والأولى والإجبار حتى أفارق أفعالا مقبحة مع تلازم ما يحظى به الجار ومنك أبغي صلاة بالسلام على خير الورى بجميع الآل من خاروا وأن تسوق صلاة بالسلام له عني تشمل قوما صحبه صاروا وأن تجر صلاة بالسلام له بها تزايلني في الحين أوزار وأن تجر صلاة بالسلام له بها تلازم قلب الدهر أنوار وأن تجر صلاة بالسلام له بها تلازم قلبي منه أسرار وأن يلازمني توحيده أبدا وصالحات وآداب وأذكار وأن أكون بعهدي موفيا أبدا بلا التفات إلى ما فيه أغيار وأن أكون على الأعداء معتليا حتى لينقاد تسرار وأخيار وأن أكون سعيدا عابدا أبدا وخادما خدمة ترضى وتختار يا رب صل على المختار وارض به عنهم رضاء له عود وتكرار وهب لي الدهر بالمختار ثم بهم ألا أخالط ما للضر جرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين